استقبل سيد الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول جاكوب جون ماكوندا قائد قوة الدفاع الشعبية التنزانية الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد عسكري هام. مراسم الاستقبال استهلت بتحية العلم الوطني وتقديم التحية العسكرية للضيف من طرف تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي. وخلال هذا اللقاء الذي حضره قادة القوات ورؤساء الدوائر ومديرون مركزيون من أركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني وأعضاء الوفد العسكري التنزاني، تطرق الطرفان إلى التحديات الأمنية التي تواجهها القارة الإفريقية وتبادلا وجهات النظر حول السبل الملائمة للتعامل مع مختلف التهديدات وكذا الوسائل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون العسكرية بين البلدين. وبهذه المناسبة ألقى السيد الفريق أول كلمة رحب في بدايتها بالوفد الزائر، مؤكدا أن العمل بين الجانبين ينبغي أن يرتكز على إرساء وتطوير تعاون مستدام قائم على الثقة المتبادلة بأخذ عين الاعتبار المصالح المشتركة وتعزيز التعاون والتشاور بين الجيشين. فيما يخص التعاون العسكري الثنائي بين قوتنا المسلحة، وكما أكدت في بداية مداخلتي، فإنني على يقين أنه وعلى ضوء الإرادة الحقيقية التي تحدونا فإننا سنعمل سويا بطريقة براغماتية وصريحة من أجل إرساء وتطوير تعاون مستدام قائم على الثقة المتبادلة، يأخذ بعين الاعتبار المصالح المشتركة ويرمي إلى تعزيز التشاور بين مؤسستينا. السيد الفريق أول أكد أيضا على استعداد بلادنا لتبادل الخبرات في مجال محاربة الإرهاب، معربا عن الرغبة الصادقة في توحيد الجهود من أجل بلوغ تعاون يتماشى مع تطلعات شعبي البلدين الصديقين، لا سيما في مجال بعث مبادرات السلم والأمن في القارة الإفريقية. بهذه المناسبة أود أن أعرب لكم عن استعدادنا التام لتبادل وجهات النظر حول مختلف الجوانب الأمنية وتبادل الخبرات في مجال محاربة الإرهاب، آملا أن تكون زيارتكم اليوم فرصة من أجل تأسيد تعاوننا عبر سلسلة متنوعة من المجالات ذات الاهتمام المشترك وفي إطار التفاهم المتبادل. قبل أن أختم مداخلتي أؤكد لكم رغبتنا الصادقة في توحيد جهودنا من أجل بلوغ تعاون يتماشى مع تطلعات شعبينا خدمة لمصالح جيشنا وبلدينا الصديقين والهادفة لبعث مبادرة السلم والأمن في القارة الإفريقية. من جهته عبر قائد قوة الدفاع الشعبية التنزانية عن سعادته بزيارة الجزائر التي أتاحت له فرصة تباحث مختلف القضايا الأمنية المطروحة على الساحتين الدولية والقارية، مؤكدا تطابق وجهات النظر بين الجانبين مما يمهد لتعاون بناء ومفيد للطرفين مستقبلا.